الخط الآخر إلى منتصف أرضية الملعب. كرة تأتي في الجانب الأيمن، محاولة سريعة لمصلحة منتخب قرقستان، وقوع على أرضية الملعب، وصافرة لمصلحة أليفا نرجيزا، هي حاملة شارة الكابتنية فعلا، تقع على أرضية الملعب وتتحصل على خطأ. تغيير الآن لمصلحة هونغ كونغ، سين تشونغ يي هي اللي تنزل إلى أرضية الملعب، وونغ شك هي اللي تغادر. فعلا وونغ شك غادرت أرضية الملعب، بينما سين تشونغ تنزل في الشوط الثاني من المباراة لمصلحة منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني. بينما الآن خطأ آخر، وكما ذكرت منتخب قرقستان يعتمد على الكرات الثابتة اللي يتحصل عليها الآن في الشوط الثاني من المباراة. قرقستان وتسديد كرة مباشرة على ما يبدو باتجاه المرمى، شاهدنا كورتين في الشوط الأول وأخرى في الشوط الثاني. فعلا هو هدف التعديل، فعلا هي الكرات الثابتة لمصلحة منتخب قرقستان حاضرة بشكل كبير، وبعد ذلك المعادلة تأتي لتانكوفا. فعلا هي تانكوفا تسجل هدف التعديل، لاحظ بالتسديد مباشر باتجاه المرمى، وتقدم خاطئ من الحارسة، فعلا تقدم خاطئ من الحارسة الموجودة لونغ وانغ.